هاي ليديز اند جنتلمان، انا النهارده جايه احكي لكم انا ليه نفسي اتشهر وليه بصور فيديوهات وبنزلها في اليوتيوب. انا هحكي لكم الحكايه من اولها. انا لما كان عندي 8 او 9 سنين كنت بتابع يوتيوبرز كتير. كنت مدمنه يوتيوب حرفيا، طول اليوم ماسكه التليفون قاعده اتفرج فيه على اليوتيوب. بقيت بحب التصوير زيهم، بقيت دايما ماسكه التليفون وبصور. من كتر ما انا كنت بتابع اليوتيوبرز دول حبيت التصوير، حبيت حوار ان امسك الكاميرا واقعد اتكلم قدامها كده. اكتر حاجه كنت بعملها في حياتي هي اني كنت بصور. كنت مدمنه التصوير حرفيا، كنت بصور كل حاجه في يومي. كنت وانا بعمل اكل بصور، وانا بشرب حاجه بصور، وكنت باخد كده التليفون واقعد اعمل جوله في البيت محدش بيشوفها غيري في الاخر. والمشكله دايما ان انا كنت بعد ما اخلص الفيديوهات دي، اول ما المساحه تتملي اروح مسحها حرفيا. ما كنتش بستفاد منهم بحاجة، بس انا عندي منهم فيديوهات كتير حاليا في التليفون. يعني انا بحب اصور فيديوهات كذكريات ليا لما اكبر. اظن ده واضح من اسم القناة يعني. كنت بحب التصوير جدا، بس كنت ساعتها ما بعرفش اعمل قناة على اليوتيوب ازاي. انا كنت لسه طفلة صغيرة عندي 8 او 9 سنين. بس لما عيلتي عرفوا ان انا بحب التصوير، وبالذات ان انا صغيره كنت بقعد اقول لهم نفسي امثل جدا، لان كنت بتابع افلام ومسلسلات كتير. بس الحلم ده راح خلاص يعني. لما كبرت الصراحه اكتشفت ان التمثيل ده مش حاجه حلوه قوي يعني. بس فكره اليوتيوب لسه عندي، انا نفسي ابقى يوتيوبر. ده حلم من احلامي وانا ان شاء الله هحققه خلاص. كتر ما كنت بزن على عيلتي ان انا نفسي اتشهر، وانا عندي 10 سنين في 2018 عيلتي عملوا لي قناه في اليوتيوب. بس ما كنتش لوحدي في القناه دي كانت باسمي انا وصاحبتي. وانا اللي قلت لصاحبتي تصور معايا، لان انا ما اعرفش، حسيت ان ممكن حد يصور معايا هيبقى احلى. بس انا كنت الطرف الاكثر حماسا في العيله كلها في الناس كلها. انا كنت متحمسه جدا للقناه بطريقه رهيبه، وكنت انا الوحيده بقى في وقت الفيديو انا متحمسه واقعد اصور ومش عارفه ايه. صاحبتي تقريبا كانت فقدت الشغف، فوقفت هي معايا تصوير فيديوهات. فانا كنت بصور لما هي متصورش، انا كنت بصور لوحدي فيديوهات عاديه. وكمان كانت مامتي بتصور فيديوهات اكل، فيه فيديوهات طبخ، وانا ساعات كنت بصورها، او ساعات اخواتي بيصوروها. ما كانتش بتظهر، كانت بس بتصور الاكل وهي بتعمله كده. المهم ان انا اللي كنت بعمل الصوت على الفيديوهات دي. يعني انا اللي كنت اخويا بيسجل لي وانا بقول الوصفه ويعملوا على الفيديو. انتوا فاهمين اكيد. انا هقول لكم بقى ايه نظام التصوير ده. كان اخويا الكبير هو اللي مسؤول عن التصوير الفيديوهات، واخويا محمد اخويا الكبير اللي هو عبد الحميد هو اللي كان مسؤول عن التصوير. محمد اخويا هو اللي كان مسؤول عن الايديت اللي هو المونتاج. أنا اللي كنت بظهر في الفيديو بس. انا ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي وقتها، كنت بس بصور الفيديو وهم اسيب بقى عليهم الباقي. اخويا الكبير هو اللي كان بينزل الفيديو برضو، اللي هو عبد الحميد هو اللي كان بيصور وينزل الفيديو، ومحمد اخويا هو اللي كان بيعمل المونتاج. عايزه اقول موقف، ان انا عيلتي من كتر ما كانوا شايفين ان انا ممكن اتشهر يعني ومش عارفه ايه. ده كان في، احنا كنا عايشين في فيلا، ففي تحت السلم كده، في مش تحت السلم يعني، في حيطه كده في جنب السلم. احنا ما كناش بنستخدم المكان ده، فعيلتي دهنوه لونه بينك وعملوا لي مكان تصوير ومش عارفه ايه. فالمكان الحته دي انا كنت راجعه من المدرسه فجاه كده لقيتهم بيدهنوا الحيطه دي. حاجه يا لهوي بسطتني قوي. ان تقريبا عيلتي فقدت الشغف. عيلتي اتشغلوا في الحياه، اخواتي اتشغلوا تقريبا في الدراسه ومش عارفه ايه، وما بقاش حد فاضيلي ان هو يصور فيديو او حد يظهر معايا في الفيديو. يعني صاحبتي كمان وقفت تصوير، حلم الشهرة ده بالنسبة لي بقى لسه حلم. علشان وقفت خلاص تصوير. ماما كانت مصورة فيديو طبخ، وانا زي ما قلت لكم انا اللي بقول الوصفة، بسجل الوصفة، واخويا وهو بيمنتج بيحطها على الفيديو وكده. فموقف من اللي حصل يعني ان كله كان عارف، كل اللي كان معايا في الدروس عارفين ان انا فتحت قناة على اليوتيوب وصحاباتي بتظهر معايا وكده. فلما رحت الدرس في مره لقيتهم بيتريقوا عليا عشان قلت بدل، يعني انا ما اعرفش اسمها ايه اصلا، ان هي بنكسر البيض. انا قلت بنكسر البيض في الفيديو في الوصفه. فرحت الدرس بعدها بيوم لقيتهم كلهم قاعدين يضحكوا عليا ويتريقوا كلمه اكسر البيضه. انا ما اعرفش كان ايه يضحكوا لحد دلوقتي، ما اعرفش يعني. لحد دلوقتي بقول اكسر البيضه، ما اعرفش اسمها ايه. فالموضوع ده ضايقني جدا الصراحه، وكنت روحت البيت وانا بعيط بسبب الموضوع ده. حاجه تافهه جدا بس قلت احكيها لكم. وبعد الموضوع ده بفتره بقيت بقعد اصور فيديوهات كتير، بس ما كنتش بنزلها لحد ما اتعلمت ازاي اعمل قناه على اليوتيوب. وبقيت عملت قناه على اليوتيوب، وكل شويه اقعد اصور فيديوهات وفلوجات ومش عارفه ايه. بس انا عندي منهم فلوجات دلوقتي، بس انا كنت بمسحهم لاني ما كنتش اكتر وقت ما كنتش بكملهم.
ما كنتش بعرف اصور وبتكسف اصور قدام عيله وكده، لاني تعرفوا لما تكونوا انتوا دايما تقولوا لهم ان انتوا حلمكم كذا، تقولوا للناس ان انتوا حلمكم كذا. يعني انا كنت بقول دايما ان انا حلمي الشهرة، شايفه ان انا محققتش الحلم ده، بقيت بخاف اصور قدام الناس علشان ما يقعدوش يقولوا لي انت لسه محققتيش حلمك ومش عارفه لسه ما اتشهرتيش وانتوا بتصوري على الفاضي ومش عارفه ايه. فانا كنت بتكسف لحد دلوقتي، بتكسف اصور قدام الناس، بس انا حاسه اني المره دي ممكن اتشهر، ممكن. يعني انا مبسوطه جدا ان انا في فيديو عندي وصل دلوقتي وصل حوالي 54,000 فيو، ودي حاجة تحفة. انا اول مرة اوصل الرقم ده، انا اعلى رقم وصلت قبل كده كان 10,000، وده اول مرة اوصل 52,000. المهم الموضوع ده، موضوع ان انا كنت بنزل اصور فيديوهات وانزلها، فضل لحد من 2020 لحد 2023. كنت بقعد اصور فيديوهات انزلها وامسحها، انزلها وامسحها. بس في نص 2023 تقريبا عملت القناة اللي انتوا شايفينها دي، والقناة دي يعني بدأت انزل فيها فيديوهات كتير وشورتس ومش عارفة ايه. وايام الوقت ده يعني كان في فيديو نزلته وصل 10,000، زي ما بقولكوا اعلى حاجة وصلتها كانت 10,000 بسبب الفيديو ده اللي نزلته في 2023، كان شورت. فالمهم الفيديو ده يعني انا كنت قناتي وقتها كنت عبارة عن بنزل فيديوهات مثلا في يوتيوبرز اثاروا الجدل، بروح منزل عنهم عامله زي اللي هو يوتيوبرز اللي بيطلعوا ينتقدوا الناس، انا كنت زيهم بس كنت على قد، يعني انا كنت طيبه ومش بحكي حاجات وحشه. في اخر 2023 حسيت ان الموضوع ملوش فايده واني مش بتشهر ومش عارفه ايه، فمسحت كل الفيديوهات تاني. وفضلت كده بقى لحد نص 2024، والمره دي بقى قررت ارجع وبقوه قصدي في اخر 2024، ما كانتش في نص 2024. كنت مقررة خلاص ان المرة دي انا هفضل انزل فيديوهات لحد ما حلمي يتحقق، ومش هفضل بقى افقد الامل زي كل مرة. ولحد دلوقتي بنزل فيديوهات رغم ان مفيش دعم كبير، بس انا حاسة ان انا ممكن اتشهر، وممكن المرة دي ان انا اتشهر. المرة دي عندي امل كبير في ربنا ان انا هتشهر ان شاء الله. مبسوطة جدا اني وصلت 300، كنت قلت 300 الف يا رب. انا مبسوطه جدا ان وصلت 300 سبسكرايب. يعني انا اصلا كان حلمي 100 ووصلت 300، ده حلم بالنسبه لي كبير بقى. انا طولت جدا على ما وصلت الرقم ده الصراحه. بس كده مش عارفه انا كده حكيت لكم الحكايه من اولها بجد ولا لا، بس انا يعني حاولت اختصر شويه علشان الفيديو ما يبقاش طويل. بس انا بجد المره دي عندي امل كبير في ربنا ان انا هتشهر، وبصراحه اتمنى ذلك. يعني اتمنى ان انا اتشهر المره دي وما افقدش الامل زي كل مره، حتى لو في شويه كومنتات سلبيه فا اوكي، اكتبوا اللي انتوا عايزينه، انا هفضل انزل فيديوهات لحد ما اتشهر. اوكي. وطبعا بمناسبه يعني ان انا عايزه اتشهر وكده، فلو شفتوا الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبس اكتبوا لي كومنتات حلوه لو حابين.